الطوارئ الذين لم يبخلوا علينا بأي معلومات وكانوا يوفون دائما بالمعلومات والأخبار في وقتها. الشكر أيضا لرجال الصحافة والإعلام في بورسعيد الذين نقلوا بالصوت والصورة اعتداءات الداخلية على أبنائها. أترككم مع قائد المنظومة الطبية في بورسعيد، الرجل الذي يعمل بإمكانيات ضعيفة في ظل تدهور في قطاع الصحة بشكل عام، ورغم هذه الإمكانيات إلا أن النهضة الصحية في بورسعيد ننتظر منه الكثير. الدكتور حلمي العقل. بسم الله الرحمن الرحيم. زكي هنتكلم بعد اذنك. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل امله سيرى الله عليكم ورسوله صلى الله العظيم. في البدايه طبعا شكر لحزب الوقت زي ما الدكتور سيد على هذه الدعوه الكريمه، بس معلش كلام يمكن مش مرتب اللي هقوله، لكن لازم نوضح بعض الحقائق اللي ذكرها الاستاذ عبد الرحمن ذكرها بعض الساده الدكتور والزملاء، ان مرفق الاسعاف ليس مرفق لوحده منفصل عن مدير الصحه. مدير الصحه كيان واحد متكامل يبدا من مدير عام الصحه حتى اصغر عامل في الصحه. هي منظومه واحده، منظومه لها نظام ماشي عليه بتتحرك من خلال مدير الصحه. عندنا المنظومه دي تشمل الاداره الطوارئ، الرعايه العلاجيه، الرعايه الاساسيه، بعد كده الاسعاف. المنظومه تعمل ككتله واحده مع بعض. طبعا مش معقول ان مش هشكر الرجاله بتوعي. الكلام اللي الناس ما عرفتوش على رجاله الاسعاف عبد الرحمن ان في احد سائق السيارات منع مدرعه ان هي تدخل على المواطنين ووقف بعرض الشارع وعرض نفسه للموت. استاذ مسعد الناس برضه ما تعرفوش ان في 3 سيارات اسعاف عليها طلقات ناريه، وفي سياره واحد منهم حضرتك بنحييك ونشكرك، وفي سيارات تم تكسير الازواج الخاصه. احنا مش بنقصد نسر الاحداث، لكن بنقول اللي انتوا تعرضتوا له. لو قعدنا نتكلم من هنا لفتره طويله مش هنديكم حقكم. ربنا سبحانه وتعالى يجزيكم خير ان شاء الله. والتكريم الاول اللي اطلب من الساده الحضور ان نقف دقيقه حداد على ارواح شهداء بورسعيد. تفضلوا. نرحب بكم جميعا في بيت الأمة. نرحب برجال الصحة في بورسعيد في كل المجالات، سواء أطباء، ممرضين، تمرجية، عمال، مشرفين. وتحية خاصة أيضا لرجال الإسعاف الوطنيين المخلصين، الجنود المجهولون الذين بذلوا كل المجهود والإخلاص خلال الأحداث الأليمة التي مرت ببورسعيد. تحية إلى هؤلاء الرجال الأفاضل الذي كانوا في موقع الحدث، والذين عاشوا في الميدان وتعرضوا لأشد الخطورة في جميع الأحداث، وضحوا بحياتهم من أجل إنقاذ الشهداء الجرحى والمصابين ومن أجل نقل الشهداء. في هذا اليوم مهما قيل من كلمات ومهما قررنا ومهما قدمنا لهم من تكريم معنوي أو مادي، فهذا لا يوفيهم حقهم أبدا. كل التحية والإخلاص والحب. بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. تحية تقدير واحترام للمنظومة الطبية في بورسعيد ورجال الإسعاف المرفق الذي تحمل الصعاب خلال الأحداث الدامية التي شهدتها مدينتنا الفاسدة، وراح ضحيتها مجموعة من شبابنا الشرفاء. نعلم جميعا ما بذله رجال الإسعاف هذا المرفق الحيوي وما بذله رجاله من صعاب وتحديات ومواجهات مع الداخلية. نشكر رجاله فردا، نشكر قيادات المديرية، ونعلم جيدا ما تحملته من صعاب في ظل إمكانيات ضعيفة وإمكانيات قليلة على مستوى قطاع الصحة في بورسعيد. نتوجه بالشكر للدكتور حلمي العفني وكيل وزارة الصحة في بورسعيد، كما نتوجه بالشكر للدكتور عبد الرحمن فرح مدير إدارة المستشفيات، والدكتور حسن الإسناوي المدير العام بالإدارة العلاجية ونقيب أطباء بورسعيد. كما نتوجه بالشكر لقائد منظومة الإسعاف الدكتور السيد المصري. كل الشكر لقطاع الإسعاف وقطاع الصحة في بورسعيد. لا أريد أن أطيل عليكم وأترك الكلمات لقيادات الحزب في بورسعيد ثم قيادات مديرية الصحة.